وليد الركراكي مدرب المغرب أعرب عن سعادته الشديدة بتأهل فريقه مبكرا إلى الدور 16 في كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا في كوت ديفوار، وذلك قبل مباراة زامبيا المقبلة في ختام دور المجموعات. في مؤتمر صحفي أوضح وليد أنه سعيد بالتأهل المبكر دون الحاجة لانتظار نتائج المباراة الثالثة، ولكنه أكد أن هذا لا يعني أن الفريق سيتهاون في المباراة المقبلة، وأضاف أنهم سيسعون للفوز والبقاء في الصدارة وتعويض ما فقدوه في مباراة الكونغو التي أثارت مشاعر سلبية لدى الجميع. وأشار أيضا إلى أن الظروف المناخية لن تكون صعبة هذه المرة، حيث ستقام المباراة في المساء ولن يكون هناك أي أعذار. وأعلن أنه سيقوم بتدوير اللاعبين، حيث أنه جاء ب27 لاعبا وجميعهم على قدر المساواة. وأشار إلى أن هناك 5 لاعبين لديهم إنذارات، وأنه من المحتمل أن يغيب أحدهم، لذا فقد أعد الخطة بشكل مناسب ولا يوجد شيء يثير القلق. وعن المنافس زامبيا قال وليد إنهم سيخوضون مباراة حاسمة وهو أمر واضح، وهذا سيجعل المباراة مثيرة. وأضاف أنه يحب هذا النوع من المباريات لأنها تضع الفريق تحت الضغط وتعرضه لاختبار حقيقي. وأكد وليد أنه لا توجد فرق سهلة، وأشار إلى كيف تأهل منتخب غانا في الدقيقة الأخيرة وتم استبعاده، وكيف كانت مصر خارج الدور التالي وتأهلت في نفس الدقيقة. ووصف البطولة بأنها مجنونة حقا، وتحدث عن تأثير الأحداث التي تلت مباراة الكونغو على تركيزه، وأعرب عن أسفه لاتهام بعض الناس له بالعنصرية، واصفا ما تم الترويج له بأنه عار وأنه يضر بصورة كرة القدم الأفريقية في المونديال. وأكد وليد أنه لم يقم بسب اللاعب ولم يوجه له أي عبارات عنصرية لأنها ليست جزءا من أخلاقه. وأوضح أنه طلب من اللاعب أن ينظر إليه عندما يسالم عليه ولا يدير ظهره له، وأن رد فعل اللاعب كان حادا. وأضاف أن هذه التداعيات أثرت فيه بشكل عميق، لأنه لا يقبل أن يتهم بالعنصرية، ولكن الأوضاع هدأت وتم التعامل مع الأمور. وأخيرا أكد مدرب المغرب أن كلما طال بقائهم في كوت ديفوار كلما ازدادت الحاجة للتضحيات والصبر، لأن أجواء البطولة صعبة ومعقدة، وأنهم يحاولون التغلب على هذه الأجواء بطرقهم الخاصة. وأضاف أن الأجواء ولله الحمد تحفزهم وأنه متفائل جدا.